السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بحبايبي المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله وحط لايك وفعل الجرس فضلا منك وليس أمرا. مليون مرحب بالمشاركين الجدد، نورتوني وزادت القناة نورا وشرف بيكم. حبايبي، كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الجديد. يا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعلى أولادكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، اللهم آمين. آه عايزه اقول لكم يا بنات، النهارده انا هعمل معاكم روتين. طبعا انا كنت قايله لكم عليه قبل كده. انا كنت قايله لكم ان انا كنت هجيب موكيت مثلا للصلاه وكده، ففعلا بالفعل ان انا جبته. بس عايزه اقول لكم والله يا بنات ان فعلا يعني انا لما جبته كده لقيته جميل جدا، ولما اتفرج كمان معايا حسيت ان بصوا يعني مفيش حاجه خالص مفروشه في الصاله، يعني حاجه خفيفه خالص في الصاله. عايزه اقول لكم برضك وانصحكم بيه، والله هو احسن من السجاد. يعني اللي ما بتقدرش تشيل سجاد في الشتاء او في غير الشتاء، يعني اللي باستمرار فرشين شقاهم في الشتاء وكده او في الصيف، والله الموكيت يا بنات جميل جدا، احلى من السجاد. بصوا انا عايزه اقول لكم انا كنت في اليوم دوت والله تعبانه جدا وكنت بغسل. فالمهم ان الراجل يعني اتصل عليا وكده وقال لي ده الموكيت جه وكده، لاني كنت موصيه على لون معين عشان يبقى لون الانتريه وكده. فبالفعل جابه واتصل عليه، وانا بعت جوزي يجيبه كده. فانا عايزه اقول لكم والله انا كنت بغسل في اليوم ده يعني كنت بغسل غسيل كتير، وكنت يعني بصوا مخلصه ما بالليل متاخر. فانا ما كنتش افرش صراحه اليوم دوت الموكيت. بس انا لقيته متني. فانا صراحه خفت ان هو يفضل يعني متني معايا، حتى لما اجي افرشه كده هلاقيه متني معايا مش هينفع. فقلت لا، شجعت نفسي برضو وقلت هصور لكم الصوره وانا بعملها معاكم كده يا بنات، عشان تشوفوا شكل الموكيت وتقولوا لي ايه رايكم فيه. وعايزه اقول لكم والله انا اللي انا جايباه، انا كنت محتاره اجيب الموكيت دوت او الموكيت العادي. فبيني وبينكم لقيت ناس كتيره بتشجعني وتقول لي هات الموكيت اللي هو السجاد اللي طالع جديد ده، عشان ايه؟ منه غسيل ومنه ان هو مثلا استخدام على طول معاكي. وغير كده كمان يعني يعني حلال في الفلوس الصراحه يا بنات. عايزه اقول لكم ان المتر والله كان واقف عليا ب 100، بس لما انا اتاخرت على ان انا اجيبه وكده فزاد 10 جنيه، يعني المتر واقف عليا ب 110. يعني عايزه اقول لكم والله يعني رخيص جدا، يعني بالنسبه لي احلى من السجاد وفرش الصاله كلها وجميل. بس انا دلوقتي قلت الاول قبل ما افرشه كده معاكم، قلت مثلا يعني ادي الصاله مسح الاول واروقها الاول، عشان طبعا انا مش هشيله دلوقتي، مش باستمرار طبعا ان انا هشيله، لان هحط عليه الانتريه هيبقى من وقت للتاني هشيله. وغير كده طبعا عندي مكنسه مثلا، يعني ايه هبقى اكنسه على طول بالمكنسه وانضفه طبعا بالمكنسه. بس انا قلت الاول امسح الصاله واروق الدنيا كده قبل ما احطه، عشان بحيث لما اجي احطه يبقى أنا المكان بتاعه نظيف. فانا كنت كده يا بنات بمسح الصاله دلوقتي وكنت مروقاها كلها. وطبعا انتوا عارفين ان انا كنت دهنه قريب، يعني الحيطه كانت نظيفه خالص وما كانش في اي حاجه خالص عندي، يعني مثلا ان انا اروقها وكده. فدي يا بنات دلوقتي ده اللي انا كنت بعمله. وعايزه اقول لكم والله العظيم يعني اللي عايز مثلا يفرش بيته او يفرش الصاله او ايا كان مكان عنده ومستغل السجاد او في الغلا اللي احنا فيه ده، انا بنصحكم يا بنات تجيبوا الموكيت. فعلا الموكيت عملي والله وجميل جدا، حتى بدي للمكان كله منظر. يعني انا كنت كده خلصت الصلاه يا بنات معاكم اهو، وقلت بقى اما افرشه. بص هو كان متني بالطول عشان خاطر ايه؟ الصلاه طويله عندي وكده، فما كانش ينفع ان انا اتني بالعرض لانه كان هيتني قوي. فكان جوزي جايبه متني خالص. فانا يعني قلت صراحه لو قعدت للصبح وكده واولادي مشوا عليه وراحوا وجم عليه هيتني اكتر، مش هيتفرد معايا. هو حتى متني بس حاجه خفيفه زي ما انتم شايفين عن يعني في الاول اهو. بس عايزه اقول لكم اني مخلي منظر الصاله والله انا كنت فرحانه بيه قوي قوي. مع ان يعني بصوا عايزه اقول لكم هو بالنسبه، يعني انا بالنسبه لي انا يعني كسعر والله حلو، يعني مناسب وحلو مش غالي ولا حاجه. اللي انت بتروحي تجيبي السجاده ب 1000 وفي ب 500 وفي ماشي وحتت صغيره. لكن انت مثلا يعني انا يا بنات جايبه للصاله كلها والله ومش مكلفني كتير. يعني الصاله كلها عامله 1300. طبعا دي بال 10 جنيه اللي زادت يا بنات، لان كانت الصاله كنت حاسباها لو على 100 جنيه كان هيبقى عامل معايا 1200. بس طبعا لما زاد 10 جنيه يبقى عامل معايا 1300، لان كنت جايبه 12 متر للصاله، لان بيديكي عرض في الطول. فوالله كان بالنسبه لي حلو قوي يا بنات. لان كنت محتاره مثلا عايزه، طبعا هو احسن من المشمع. المشمع برضك اللي انا كنت حاطه اللي هو البلاستيك دوت يا بنات كان غالي جدا برضو، يعني هو زيه زي المشمع. فهو بالنسبه لي
هو عملي وشكله كمان شيك عن المشمع، وما بتقطعش ولا اي حاجه خالص. لكن المشمع كنت بصرف عليه فلوس، وببص من الناحيه التانيه برضك الاقيه مثلا لو نقلت هنا ولا هنا ببص الاقيه اتقطع معايا. وغير كده يعني ايه، يعني ما كانش بيقعد كتير صراحه. بس دلوقتي والله اللي هوريكم منظر الصاله جميل جدا يا بنات. انا بنصحكم والله العظيم لو عايزين تجيبوه فعلا جميل قوي. الظهر بتاعه يا بنات عامل زي السجاد كده من تحت، بحيث مثلا لما اجي اغسله ولا كده هيبقى حلو معايا، مش مثلا هينزل الفروه بتاعته ولا حاجات من دي، لا. لان انا جربت قبل ما اجيب صراحه الموكيت ده، انا جربت حته عندي كنت عايزه اجيب اللون الموكيت العادي. فانا غسلتها وكده، لقيت الشعر بتاعها بيطلع معايا في الفرشه يا بنات. فانا قلت لا حرام برضو ان انا راح اجيب اللي هو الموكيت العادي ماشي بفلوسه كده برضو. والمتر فيه مش غالي، يعني المتر بتاعي عامل 55 برضو، يعني بينه وبين دوت يعني 45، او بينه وبين دوت 50 لا 55 يعني. يعني مش غالي ولا حاجه برضو يا بنات، اللي هو قصدي مش رخيص ولا حاجه. بس انا قلت لا انا هجيب اللي هو دوت بحيث ان هو مثلا منه فرش على طول، ومنه مثلا استخدام وغسيل كمان. ف والله بصوا انا بنصحكم بيه صراحه، يعني اللي قادر ان هو يجيبه يجيبه. ده حسب كل واحد برضك وامكانياته. وعايزه اقول لكم يعني انا والله يعني انا كنت محتاره اجيبه ولا اجيب التاني، بس انا فعلا جبت دوت عشان فعلا يعني اصل حرام الواحد مثلا يروح يجيب حاجه بفلوس وما تقعدش معاه. فانا الواحد قال لي يعني فلوس بفلوس، فيجيب الحاجه النظيفه احسن تقعد معاه. فعايزه اقول لكم والله ان فعلا شكله جميل جدا. وغير كده انا لما فرشته يا بنات دوت طقم الانتريه عندي يا بنات، انا ما كنتش بفرشه خالص. لو تفتكروا انا ما فرشوش خالص معاكم. الفرشه دي كنت جايباها على العيد بس انا كنت جايبه ايه بقى، منه ساده ومنه منقوش، بحيث ان انا مثلا اخلي الانتريه يعني ساده ومنقوش، ما اخليش الانتريه كله ايه شكل واحد، يبقى شيك معايا وكده. كنت جايبه الكنبه وكرسي، والكنبه والكرسي برضو الاتنين شكل بعض. فقلت ايه، قلت مش هفرشه الا مثلا على لما اجيب فرشه جديده وكده، عشان ايه ينطق معايا الصاله او يخلي الصاله شكلها حلو معايا وجديده. فبالفعل ده اللي انا عملته. عايزه اقول لكم بقى ان منظر الصاله فعلا والله كان خرافه فعلا وجميل جدا. حتى انا قلت مثلا ان انا هجيب منه في الاوضه بتاعه الاطفال باذن الله. بس قلت شويه كده بس لما اخلص مثلا من يعني من سعره وكده، او من فلوس مثلا اللي باقيه للراجل، لان جبته يا بنات على جزئين. اديته جزء واتبقى له جزء، يعني انا مش هكدب عليكم بصراحه. لان طبعا انتوا عارفين الغلا اللي الواحد فيه وكده، والظروف والدروس وطبعا المشاغل. فطبعا الراجل يعني هو جيراننا وكده ما ليش حاجه. فعايزه اقول لكم والله ان هو كتر خيره وجزاك الله كل خير. هو ما اثرش معايا بجد والله بامانه. ف فده اللي انا عملته والله. وهو كمان يعني شجعني ان انا مثلا ايه ما اديش فلوس مثلا على يعني على مره واحده. فقلت باذن الله لما اخلصه كده وفي فرصه ان انا اجيب مثلا للاوضه بتاعه الاطفال، هجيب لها حته ايه تكون مثلا ايه شكل تاني غير دوت. احسن من السجاد يا بنات. وبعدين بتفرشي عليه حافظه كمان عشان يعني مثلا الحافظه بتحملك الموكيت وكده، بحيث ان انت مش كل شويه مثلا هتشيلي ولا تغسليه. لكن الحافظه خفيفه عليكي بتشيليها وتغسليها، ما فيش اي حاجه خالص فيها. فده اللي انا مثلا يعني ايه، ده اللي انا قلت مثلا ان انا اعمله كده، عشان مثلا طبعا انتوا عارفين ان انا في الدور الارضي يعني في الاول علوي. و ومثلا بيبقى تراب عليا كتير. طبعا النازل والطالع يا بنات بيبقى مثلا تراب وكده على السلم بيبقى كتير. فالتراب يعني بيدخل لي والله. يعني انا عايزه اقول لكم بعد ما خلصت الفيديو والله مسكت السلم بالمدخل كله وكنسته، عشان خاطر ما يدخلش عليا التراب، يعني بعد الترويق والتعب اللي انا فيه ده كله ما يدخلش عليا اي حاجه والله، لان انا بكنسه فعلا على طول. بس يعني من كتر الشغل عليا وكده، فمن حين لحين. وغير كده بتبقى ساعات واحده برضك بتيجي تكنسه للعماره كلها. بس انا كنسته يعني اليوم اللي انا كنت بروق فيه، عشان مثلا التراب وكده. عايزه اقول لكم يا بنات والله اني طبعا الانتريه مع بعضه كده جميل جدا. طبعا انا كنت حاطه كنبه جنزيري في الصاله اللي هي في اوضه الاطفال حاليا، فانا شلتها صراحه عشان ايه يبقى الانتريه كله شكل واحد. يبقى شكله شيك كده وشكل واحد. بحيث ان مش تبقى ايه كنبه لون ودي لون، لا. وغير كده برضك قلت هغير الستاير معاه. برضو عندي ستاير
كنت جايباها برضه. بصي كل يعني في حاجات كنت جايباها كتير يا بنات، والله ما كنتش بفرشها خالص. ليه؟ بحب افرش انا الستاير اللي هي الخفيفه دي، بحب اشيلها واحطها على طول باستمرار. اما الستاير التقيله دي انتوا عارفين طبعا الشتاء بيبقى كتير، يعني الغسيل بيبقى كتير عليك. يعني مثلا لما بتيجي مثلا حتى اولادك لما بيجوا يغيروا، يعني غيار واحد او اتنين، تبص تلاقي الغسيل كتير عليكي. طبعا عشان انت بتبقي ملبساهم مثلا هدوم كتيره وكده، فبيبقى الغسيل كتير. فانا الستاير ديت ما بحبش ان انا افرشها كتير والله، بس انا اضطريت ان انا افرشها عشان خاطر حسيت ان الصاله برضك ساقعه وال والدنيا ساقعه عندي، فقلت لا اما افرش الصاله. عشان برضك لو في هوا ولا حاجه، يعني الهوا ده الستاير دي تقفل عليه. وانا ساعتها كنت مروقه البيت كله والله يا بنات، بس الصاله قلت اما افرشها معاكم عشان عايزه رايكم فيها، وعايزه رايكم برضك في الانتريه والخطوه اللي انا عملتها دي يا بنات. وعايزاكم تشجعوني كده بلايكاتكم الجميله وكلامكم الجميل ليا، وجزاكم الله كل خير. وعايزاكم كمان يا بنات تشاهدوا لي الاعلانات. على فكره انا والله العظيم لما بدخل في اي مثلا فيديو عند اي حد مثلا بيدخل لي او غير ما بيدخل لي، والله يا بنات بشاهد الاعلانات بتوعه، مش وبشاهد الفيديو كمان للاخر. يعني اقل حاجه حتى بشاهدها، بشاهد الاعلانات والله يا بنات. فانا عايزه اللي يدخل ما يطلعش عندي على طول، لان في اوقات كتيره ناس بتدخل عندي ومثلا بيكتبوا لي الكومنت او مثلا بيكتبوا لي التعليق وبيطلعوا يا بنات. فانا والله بصراحه بامانه ربنا ان انا ما بدخل عندي حد انا ما بسيبش القناه بتاعته الا مثلا لما اكون مثلا يعني والله الفيديو بيكون خلاص خلص معايا. دي بامانه والله العظيم فعلا انا ما بكذبش عليكم. فعايزاكم عشان حتى يعني احنا بنكمل بعض يا بنات وكلنا يعني اخوات. وبصوا مش مثلا تكتبوا لي التعليق وتطلعوا، لا انا عايزاكم مثلا تشاهدوا برضك الاعلانات بتاعتي، وعشان مثلا حتى يعني نساعد بعض يا بنات. مش مثلا انا شاهد الاعلانات وادخل عندكم وانتوا لا ما بتعملوش عندي كده خالص. فربنا يجازيكم خير يا رب، ويبارك لكم في صحتكم ويوفقكم في حياتكم، اللهم امين. واللوس اللي عندي هنا كده يا بنات يحط لي لايك ويفعل الجرس ويصلي على النبي كده ويقول لي ايه رايه في الصلاه. يعني عايزه برضك يهمني رايكم. عايزه رايكم في الصلاه يا بنات. لو حلو اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا يا بنات انا جبت اللون الغامق دوت عشان برضو ما طبعا ما يتبهدلش معايا. هو في لون ابيض فاتح فيه بس مش كله، يعني في فاتح وفي غامق. بس صراحه عايزه اقول لكم والله شكله في الطبيعه برضو يعني اجمل واجمل من كده. وكده كنت خلصت معاكم الفيديو طبعا، وانتوا عارفين طبعا لمسات الاخيره. واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يوميات سوسو والعيله.